الكابتن رضا عبد العال بيقول ايه؟ مباراة تحزن، مباراة تزعل، مباراة تقهر، ومن حق جمهور الزمالك يزعل ومن حق جمهور الزمالك يتقهر. ولكن يعني انا بس هتكلم على حسام عبد المجيد. ايه يا ابني الاستهتار اللي انت فيه ده؟ ايه ما عندكش يعني حاجة اسمها عقل؟ يعني كرة اصلا ميتة ونازلة من فوق وانت تروح بالشكل ده، هي ضربة جزاء. انا من وجهة نظري ضربة جزاء، لان في ركبة ثم بعد كده جت في ايدك. يعني ما تتحسبش بالركبة، تتحسب بالايد. فانت انا مش عارف ايه الاستهتار ده. حرمتنا من هدف عالمي لبزيرة، حرمتنا من هدف عالمي لبزيرة. وبعدين انا بقول لمسؤولين النادي الاهلي، انتوا شايفين فيه ايه؟ عايزينه ما تاخدوه يا عم، حلال عليكم. ما انتوا خدتوا الاحسن منه وما نفعش عندكم، خدوه يا عم. وعلى مجلس الاداره سيبوه يا عم. والله العظيم ال 3 مليون كتير عليه، ال 3 مليون كتير عليه. ده لا هيحترف ولا بتاع، وعمال بس ايه يلعب بكارت الاهلي. لا يا عم سيبوه للنادي الاهلي، حلال على النادي الاهلي. ده لو انت خسرت الدوري هيبقى هو السبب. ماتش انبي اللي هو في الدور الاولاني، ماتش الاهلي والزمالك 3-0، هو كان بطل الماتش، ضيع ضربه جزاء وهو السبب في الجونين الاولانيين. وادي ماتش النهارده، ادي يعني بطولتين لو ضاعوا هو السبب. هو السبب. هتقول لي شيكوبانزا ضيع واحده ومش عارف مين، يضيعوا ماشي، انما انا ما هدفش في فرقتي. لو عايز يروح النادي الاهلي الباب ما يفوتش جمل، الباب يفوت 20 عجل، 20 عجل زيه. ده راجل متفق مع النادي الاهلي اللي هو ضيع لنا الكونفدراليه وضيع لنا الدوري في ماتش بيراميدز. ربنا يستر على الزمالك في المباراه الجايه يا جماعه، والزمالك ما يخسرش الكونفدراليه، بعد كده الدوري